هو ايه تحليل السش؟ وايه علاقته بتحديد نوعية العلاج في سرطان الثدي؟ وكل الحالات محتاجة تعمله ولا بيقتصر على حالات معينة؟ معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي التجميلية. تحليل السش ده نوع من أنواع تحليل دلالات الهرمونات أو التحليلات التأكيدية لدلالات الهرمونات. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنعمل بعد ما ناخد عينة من الكتلة المشتبه فيها في الثدي، بنعمل عليها تحليل اسمه دلالات الهرمونات أو الصبغات المناعية، وده بيتكون من تحليل الاستروجين الاي ار والبروجستيرون اللي هو البي ار، وتحليل الهير 2 او مستقبلات هرمون او مستقبلات الهير 2. الهير 2 ده لما بيطلع بيبقى بياخد سكور من سكور 0 لسكور 3 او يعني تصنيف. السكور ده لو 0 و1 اذا الهير 2 ده سلبي، فبالتالي المريضه دي مش محتاجه تاخد علاج موجه. ولو طلع بلس 3 يبقى ده موجب، والمريضه ديت محتاجه انها تاخد مع العلاج بتاعها العلاج الموجه او اللي هو الهيرسبتين بيرجيتا. طيب لو طلع سكور بلس 2 او بلس 2 ده معناه ايه؟ معناه حاجه اسمها ايكويفوكال. يعني ايه ايكويفوكال؟ يعني في النص، ولا انا قادر اقول ان هو سالب ولا انا قادر اقول ان هو موجب، وبالتالي مش قادر احدد المريضه دي هتاخد موجه ولا لا، وهتاخد العلاج قبل الجراحه ولا بعد الجراحه. كل دي نقط تعتمد على تحليل الهير 2. فبالتالي بنعمل حاجة اسمها confirmatory test أو تحليل تأكيدي عشان نعرف منه إذا كان الهير 2 ده سالب أو موجب. التحليل ده اسمه سش أو فش. احنا في مصر الدارج عندنا السش تكنيك، وده نوع من أنواع التحليلات التأكيدية اللي بتتعمل على الصبغات المناعية عشان أقدر أقول بيه الهير 2 موجب أو سالب. وساعتها النتيجة بتاعته بتطلع بقى مش بسكور، بتطلع حاجة اسمها amplified ونان amplified. amplified يعني متفاعل او كتير وده يعني ايجابي، نون امبليفايد يعني ما بيتكاثرش وده معناه انه سلبي. فلما يطلع تحليل السش امبليفايد ده معناه ان الهير 2 موجب، والمريضه هتستدعي انها تاخد الكيماوي قبل الجراحه مع العلاج الموجه جزء منه، وبعدين بتستكمل بقيه العلاج الموجه لمده سنه بعد الجراحه. ولو طلع نون امبليفايد معناه ان هو سلبي، وده معناه ان المريضه ملهاش علاج موجه. وبعدين بنبتدي بقى نعرف اذا كانت هتاخد الكيماوي الاول ولا الجراحه الاول على حسب بقيه دلالات الهرمونات وحجم الورم. يعني لو بقيه دلالات الهرمونات سالبه والموجه سالب، اذا بقت الثلاثي السلبي وده لازم ياخد الكيماوي الاول. لكن لو كان سالب وبقيه دلالات الهرمونات موجبه، ده معناها النوع الهرموني. وساعتها عشان اقرر اذا كانت هتعمل الجراحه الاول ولا الكيماوي الاول، بنرجع لحجم الورم بالفحص الاكلينيكي وبالاشعه، وبنشوفه متقدم ولا بدري، يعني مبكر ولا متقدم او متاخر على حسب مرحله الورم. وبالتالي بحدد لو هو مبكر ممكن تعمل الجراحه الاول، ولكن لو الورم متقدم يعني الحجم الورم كبير او الغدد الليمفاويه مصابه او في اي علامات على الجلد، يبقى ساعتها هناخد الكيماوي الاول لوحده من غير علاج موجه وبعدين نعمل الجراحه. يا رب اكون افدتكم. ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن سرطان الثدي.